بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم فيصل العراقي من صفحة F4 Design. الدرس الأول هذا من دورة تصميم المواقع. طبعا هذه الدورة راح تكون خاصة للمبتدئين، للجدد بالتعلم على الفوتوشوب أو تصميم المواقع. هذه الدورة راح تتكون من درسين أو 3 حسب التفاعل ويا الدورة، حسب الأعضاء، تعليقات ال ال الناس اللي يطبقون الدروس. على ضوء راح يتم عمل دروس أخرى إن شاء الله. بهذه الدورة راح نستخدم برنامجين أساسيين. الأول فوتوشوب اللي هو راح يكون خاص بتصميم الشكل الخارجي للموقع، والبرنامج الثاني هو مايكروسوفت فرونت بيج. طبعا هذا البرنامج يستخدم قليل الآن، لأنه يعني لغة ال HTML لغة تعتبر قديمة بالنسبة للغات الموجودة حاليا، مثل ال PHP، ال CSS، ال HTML5. هذه اللغات كلها مطورة، بس راح نستخدم هذه الدروس لأنه هذه الدروس خاصة بالمبتدئين. المبتدئ اللي حابب يتعلم تصميم موقع بسيط لازم يتعلم يبدي من الصفر، وإن شاء الله بهذه الدورة راح الكل تستفاد. طبعا التصميم راح يكون راح نبدي بتصميم موقع شخصي. أكيد كل واحد حاب يفتح موقع، نبذة عن نفسه، بعض الصور اللي هو مصممها أو اللي ملتقطها بعدسته. قبل ما نبدي بالتصميم ممكن المواقع تكون مرفوعة على نطاق أونلاين. يعني مثلا الموقع الحالي للصفحة F4 Design، هذا الموقع تلاحظون انه .net او .com. هذا النطاق يعتبر مدفوع. ممكن كتجربة اكو مواقع تعطي نطاقات مجانية لمدة معينة، يعني خلال هاي المدة تظهر اعلانات على الموقع. طبعا كلها يعني كلها للتجربة، فممكن تستخدمون نطاقات مجانية، وإن شاء الله راح أشرحها بالدرس القادم. هذا الدرس راح يكون فقط للتعرف على تكوين الموقع وتصديره إلى قطع أو تقطيعه بالفوتوشوب حتى نقدر نستخدمه برنامج الفرونت بيج. الموقع يفضل أن يكون بعرض 1000 بكسل، العروض مالت 1000 بكسل. فافتح عمل جديد، فايل نيو. يعني إذا نختار مثلا 1200، والعرض الارتفاع حسب الرغبة، يعني ممكن نبدي ب800 وبعدين نصغره. الجودة ممكن تكون على 72. عندنا هذا الموقع الخلفية الكاملة. طبعا بالموقع قلت انه العرض يفضل يكون 1000، فنختار أداة المسطرة رولر عن طريق view show. طبعا هذه المفروض show smart guide، هذه تساعد بالتحديد. نضغط على Ctrl R حتى تظهر عندنا المسطرة. نضغط عليها مرتين، نحول الرولر من السنتيمتر نحوله إلى بيكسلز. اوكي، صارت عندنا البيكسلز بالعرض وبيكسل بالطول. تلاحظون ان الموقع العمل حاليا 1200. فحتى نحدد فقط 1000 و100 من اليسار و100 من اليمين تكون فارغة، نضغط بالماوس على هذا الخط، نضغط هنا ونسحب مثلا إلى 100. هذه أول 100.
ونفس الوقت نسحب إلى 1000 1100. عندنا 100 فارغة منها و100 فارغة منها. اي صحيح، هذا 1000 بكسل. الموقع يتكون من هيدر. الهيدر يعني الصورة الرئيسية على الموقع. تحت الهيدر الناف بار، اكتبها حتى تكون ظاهرة للكل. ناف بار. الناف بار هو المنيو اللي تكون به موجودة كلمة هوم، الرئيسية، الاتصال بنا، من نحن، هذا يكون كله موجود بالناف بار. يعني أول شي هيدر الصورة الرئيسية، بعدها يجي الناف بار، وبعدها المساحة اللي تكون بالوسط تكون هذه المساحة خاصة بالكونتنت. كونتنت يعني المحتوى اللي حابين تعرضوه بموقعكم. وآخر شي يكون موجود الفوتر. الفوتر هو مكان وضع الحقوق، مثلا وضع روابط الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب الخاصة بكم. راح أشرح بطريقة بسيطة. التصميم راح يكون مبسط حتى أي شخص جديد على الفوتوشوب وحاب يتعلم تصميم مواقع يكون سهل. راح نمسح أول شي حتى نبدي نستخدم نقطع الصورة حسب ما ذكرت، هيدر وفوتر وناف بار. نستخدم أداة المستطيل، نحدد الهيدر ممكن يكون بهذا الارتفاع، لون رصاصي فاتح. بعدها الناف بار المنيو ممكن نخليه بلون أحمر. وبعدها مساحة الكونتنت تكون بلون. وأخيرا مساحة الفوتر اللي هو الحقوق والروابط المهمة. تلاحظون صار عندنا تحديد الموقع. أفضل شيء أنه نعطي الاسم للطبقات اللايرز حتى نعرف الطبقة بسرعة ونضيف التعديلات عليها. هذا الهيدر، هذا الناف بار، هذا الكونتنت، وهذا الفوتر. هذا الشكل الرئيسي. يعني مثلا الهيدر ممكن دمج بعض الصور أو إضافة صورة شخصية، أو يعني هذا كل شيء حسب الرغبة. الموضوع أو الدرس راح يكون فقط على كيفية تصديره والخلفية وراء تصميم المواقع. مثلا ممكن نستخدم أي صورة، يعني إذا مثلا على جوجل نستخدم الصور، نكتب هيدر مثلا. تلاحظون مثلا عندنا هذا الهيدر. نستخدم صورة مرة ثانية حتى نستخدم صورة ونمسكها بالمستطيل اللي عملناه. تلاحظون نضغط على زر الالت راح تظهر هذه العلامة، الماوس بين الطبقتين، ونضغط على زر الالت راح تدخل الطبقة الأعلى بالطبقة اللي تحتها. طبعا عندنا هذا الهدف. بعدها المنيو الناف بار ممكن نكتب بيه مثلا نكتب مثلا الرئيسية، نختار خط عربي، رئيسية، من نحن،
هنا نضيف مثلا أعمالي، نختار خط ثاني. لحد الآن العمل كليته مجرد صور وكلمات. اللي راح نحوله الموقع راح يكون باستخدام البرنامج الثاني اللي هو اسمه مايكروسوفت فرونت بيج. يعني راح تكون الإمكانية ممكن إذا نضغط على رئيسية بالماوس راح تروح للصفحة الرئيسية. إذا نضغط على أعمالي تنتقل للصفحة الثانية اللي تظهر بها بعض الصور. هذا النافبار. المحتوى هنا الكونتنت ممكن نكتب بيه مثلا يعني أهلا وسهلا بكم موقعي الشخصي الجديد. الفوتر نضع مثلا حقوق جميع. بشكل مبسط. الخلفية ممكن نستخدم لون أو ممكن نستخدم الصورة تكرر نفسها. ممكن لو استخدمنا صورة واحدة راح تكرر نفسها يكون أفضل. نختار أي صورة. هذا الشكل النهائي يكون للموقع. أرجع وأذكر إنه الشكل بسيط. الفكرة من هذا الدرس، الفائدة من هذا الدرس هو التعلم على تكوين الموقع وتصديره البرنامج الفرونت بيج. بعد ما ننتهي من قص الصور أو عفوا ننتهي من تصميم الشكل الخارجي للموقع، نبدي بقص الصور. قص الصور الخاصة بالموقع تكون عن طريق أداة السلايس تول. هذه أداة السلايس تول تلاحظون تشبه السكين. أداة السلايس تول نقص بها مثلا الهدر، نحدد الهدر فقط. بعدها نحدد الناف بار، بعدها نحدد الكونتنت. نقص الناف بار، نقص الكونتنت، بعدين نقطع الفوتر. الموقع صار من 4 صور: الصورة الرئيسية، صورة الناف بار، ومساحة الكونتنت، والحقوق. طبعا حتى يكون سهل التغيير نحفظ الصور فقط، الكتابة نخفيها حتى نضيفها بالفرونت بيج. يعني مثلا لو حبينا نغير هنا الكتابة راح لو حفظناها مجرد صورة راح نرجع نغيرها بالفوتوشوب ونحفظ الصورة ونرفع الصورة. لو نغيرها، لو نحفظ الصورة بدون كتابة ممكن نغيرها بالفرونت بيج فقط عن طريق تغيير النص. شي سهل وعمل ابديت للموقع. فراح نخفي الكتابة ونحفظ الصور فقط. حفظ الصور يكون الخاص بالموقع يكون عن طريق فايل save for web. save for web نختار مثلا هنا جودة الصور، ممكن bing اللي يعطي جودة أفضل. save. نفتح ملف جديد site. نختار هنا HTML and image. هذا راح يعطينا ملف كامل للموقع HTML والصور اللي حابين نستخدمها. save. طبعا اللغة الهولندية عندي هنا save. الآن نحفظ العمل على طريقة HTML. الخطوة الثانية نفتحها برنامج فرونت بيج عن طريق open. بعدها نذهب إلى المكان حفظنا به. تلاحظون هذا الملف
بصيغة HTML. انفتح عندنا الموقع الآن. طبعا فرونت بيج اللي مستخدمين مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت باوربوينت، مايكروسوفت اكسل، اكيد راح تكون لهم خبرة بكيفية عمل الموقع. يعني القوائم الرئيسية فايل، نيو، اوبن، هذه موجودة بكل البرامج. الادوات هنا، اي اداة راح استخدمها راح اشرحها عن وقت استخدامها. تلاحظون الموقع متجه جهة اليسار، حتى نخليه بالنص نضغط على اي مكان بالصورة ونختار هنا تيبل ونوسط العمل. تلاحظون العمل صار بالنص. الخلفية عندنا ما متكررة، اكو بياض اسفل الصورة، يمين يسار الصورة بياض. حتى نخلي الخلفية متكررة نروح فايل، properties، advanced، format، background picture. نفتح الصورة اللي حفظناها، نختار مثلا هذا الباك اوكي. تلاحظون ان الخلفية تكررت على الموقع كله. الفرونت بيج هنا 4 أزرار. زر الديزاين اللي هو ممكن تعدل به صور، إضافة كتابة. سبلت يقسم الشاشة إلى الكودة الخاصة بالموقع والصور. الكودة تلاحظون هذا الكود. الموقع إذا تم عمله عن طريق ال HTML أو أي ملف ثاني، حتى باستخدام اللغات المطورة، ال HTML شيء أساسي. ال HTML يبدي طبعا فتح سهم وغلقه. الموقع مثل ما ذكرت يتكون من هيدر اللي هو الرئيسي، الصفحة الرئيسية للموقع، الهيد بلغة ال HTML. هنا يكون مثلا اسم الموقع، اسم الصفحة الرئيسية. بعد الهيد يجي البودي بي مثلا باكجراوند بيجي كولر اللي هو خاص بلون الخلفية. left margin، هذه الشغلات كلها الفوتوشوب يعني حفظها وسواها بنفسه، ما يحتاج انه تتعلموها او تسووها من جديد، الا اذا حابين تتعلمون لغة ال HTML بشكل منفرد عن الفوتوشوب. والزر الاخير البريفيو، هذا يظهر لك انه كيف يكون الموقع على الانترنت اونلاين. تلاحظون انه غير قابل للتعديل، يعني هذا الموقع مثل ما راح تشوفوه على الانترنت. نرجع للديزاين. طبعا حابين اذا اكيد بكل موقع انه الصورة الرئيسية او اللوجو شعار الموقع يكون متجه الى رئيسية الموقع. يعني مثلا اذا احنا بصفحة ثانية وحابين نرجع للرئيسية نضغط هنا تروح للرئيسية. هذه طريقة سهلة. الصورة فقط نضغط على الصورة، بعدها نضغط على insert hyperlink ونضيف هنا اسم الموقع afforddesign.net. إذا نضغط هنا سكرين تاب مثلا الرئيسية. اوكي نشوف البريفيو. طبعا تلاحظون هسه صار عندنا ستروك، شريط ازرق حول الصورة. طبعا هذا ما نحتاجه. نضغط مرتين على الصورة. بوردر هنا 2 نحولها الى 0. اختفى الشريط الازرق. نضغط على بريفيو اللي هو تلاحظون انه الصورة تنطي او تروح الى صفحة الموقع. اذا نضغط عليها تتجه الى صفحة الموقع. نرجع الى الديزاين. هنا اتفقنا انه راح يكون المنيو اللي هو مثلا رئيسية، اعمالي، من نحن، اتصل بنا. حتى نضيف كتابة هنا ممكن
نروح على insert picture clip art سوري غلط insert picture word art مثل ما اتفقنا انه نضيف على الناف بار نضيف الرئيسية تصل بنا من نحن اعمالنا. حتى نضيف الكتابة نضغط على هذا الزر insert layer نكبر شوية نكتب مثلا الرئيسية اعمالي من نحن نتصل بنا. نحدد الكتابة نكبر الخط عن طريق هذا الزر ونغير اللون الى ابيض مثلا ونحطها بمكان مثل ما اتفقنا بالتصميم يكون باجي. نشوف البريفيو راح تلاحظون انه الكتابة هذه الكتابة راح نحولها الى بتن زر حتى نضيف رابط لهذه الكتابة نفس الطريقة اللي ضفنا بها رابط للصورة. نرجع للديزاين نروح نحدد الرئيسية او نحدد مثلا اعمالي نضيف رابط يكون رابط upworkdesign.net /my work او my work بعدين .html اللون تغير الى ازرق وتحت خط ممكن نغيره ابيض وزي الخط. تلاحظون انه هذه كتابة فقط وهذا زر هذا كتابة وهذا زر. اذا نضغط عليها يروح الصفحة الثانية. نفس الطريقة نضيف كتابة هنا بس نحدد مثلا هذه نضيف كتابة هنا عن طريق نفس الأداة insert layer نكتب أهلا وسهلا بكم في موقعي الجديد ونوسط الكتابة نكبرها شوية نخليها بمكان جيد. أهلا وسهلا بكم في موقع جديد. نفس الطريقة راح نضيف بها ممكن نسوي copy paste نضيف بها الحقوق جميع نغير اللون إلى أبيض نصغر الخط شوية ممكن نغير لون الكتابة هنا أسود. تلاحظون الموقع صار جاهز. هذا الموقع للمبتدئين للي يبدون من الصفر. هذه الأساسيات. أي مصمم موقع بدأ بتصميم المواقع بدأ بشي بسيط مثل هذا وبعدها يبدأ التطوير تعلم لغات ثانية بتعلم تصميم أشكال ثانية. إن شاء الله يكون هذا الدرس أفادكم وأي استفسارات أي تعليقات ممكن تكتبون لنا كومنت على الموقع أو على البيج Upwork Design. وإذا طبقتوا بعض الدروس ممكن عن طريق سيف تحفظون الملف وترسلوه لنا حتى نشوف التطبيق صحيح أو لا. إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس الثاني راح يكون عن تصميم أشكال ثانية تعلم تصميم موقع بالفوتوشوب وإضافة روابط إضافة الكتابة بشكل ثاني. إن شاء الله نشوفكم بالدرس القادم. إلى اللقاء.